السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بديل البيتزا. النهارده طريقه حلوه وسهله. لو انت ما بتعرفيش تعجني البيتزا وتطلع معاكي العجينه مش حلوه، لو انت لسه ما بتعرفيش تعملي البيتزا فده طريقه سهله خالص ليكي. لو انت اصلا ما بتقدريش تعجني فبرضه دي سهله ليكي. يلا تعالي شوفي الطريقه، سهله قوي وطعمها حلو وكمان ما بتاخدش وقت 10 دقايق بالظبط هتكوني عامله احلى بيتزا. اول حاجه بقى هنعملها نسمي الله كده وندخل على الطريقه. هتجيبي معاكي نص كيلو جلاش، مش لازم الجلاش يكون طازه. انا عن نفسي بجيب 4 تنسس مثلا جلاش واحطهم في الفريزر، وقت ما عاوز ان انا اعمل بيهم حاجه زي كده بطلع واعمل، لان دلوقتي الحاجات دي بنعملها فما بيبقاش محتاجه ان الجلاش يكون معانا طازه. فهتجيبيه وتقطعيه وتخليه زي ورقات كده صغيره. شوفي بقى انت هتقطعيه بالسكينه هتقطعيه بالمقص براحتك خالص، تمام. وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه معانا، لان هو الطريقه دي والله العظيم 10 دقايق بالظبط، ولا تحتاجي تعملي صلصه بيتزا ولا اي حاجه. بتعمليها كده بسرعه جدا وبطريقه سهله وبسيطه، هتكوني عامله احلى بيتزا لولادك وطعمها حلو كمان، وهتبقى كلها متماسكه في بعض. قطعت كده النص كيلو جلاش، عملت بيهم صينيتين، الصينيه مقاس 28 اللي هي مقاس صينيه البيتزا بالظبط، تمام. حطيت كده قسمتهم بالنص، حطيت نص ونص، يعني حطيت نص الجلاش هنا مثلا، نص قسمت الجلاش النص كيلو بالنص بعد ما قطعته، حطيت نصه في الصينيه دي ونصه في الصينيه دي، وعملت طبقتين. اول طبقه حطيتها وحطيت عليها زبده، والطبقه التانية برضو من فوق حطيت عليها زبده. الزبده اللي بناخدها قد ايه؟ 3 معالق زبده، بتسيحيهم في الميكرويف، او بتسيحيهم بقى زي ما انتي في الفرن، تسيحيهم على النار كده وتسيبيهم يبردوا، وتحطي الزبدة بتاعتك على أول صينية، تمام. اللي هما ال3 معالق، 3 معالق عاديين مش مليانين يعني، خلاص. وبعدين تروحي جايبة الجبنة بتاعتك. أنا كان الجبنة الموتزاريلا بحطها في الفريزر فبشرتها. تحطي بقى جبنة موتزاريلا، تحطي جبنة رومي أو جبنة تركي زي ما بتسموها بقى عندكم. وبعدين أنا ما كانش عندي يعني مكونات قوي، ولا عندي لحوم ولا عندي حاجة، فكان عندي جبنة بيضة بالبسطرمة حطيتها من فوق كده على الوش، حتى كمان ما فردتهاش، أنا حطيتها قطع هي ساحت في الفرن. وكان عندي فلفل ألوان، وما كانش عندي فلفل أخضر كمان والله، وقمت حاطة برضو فلفل ألوان. يعني أنا بقولك إن انت تعمليها بأبسط وبأقل الخامات عندك في البيت، وبتطلع طعمها حلو. وترشي رشة زعتر بعد ما بتخلصي خالص وتدخليها الفرن، حلوة جدا وسهلة. ده كمان دي عيدان بصل اخضر، يعني انا قلت اكسر اللون عشان ما عنديش فلفل اخضر. دي عيدان البصل الاخضر حطيتها، وقطعت الفلفل الالوان حطيته. المهم بس التشريبة اللي انت هتعمليها ليها عشان يطلع معاكي الحتة عاملة زي حتة البيتزا بالظبط، وما تكتريش في التشريبة علشان خاطر ما تبقاش معاكي معجنة وسايبة قوي. دي اهم حاجة في البيتزا اللي انت هتعمليها. هي كوباية مثلا مج كبير، او كوباية العصير اللي انا هحط فيها دي دلوقتي، مش شوب كبير يعني، في كوبايات كده نازلة، كوباية مثلا كده حجمها قد كف الايد كده، طول كف الايد. هي الكوباية دي حطيت فيها لبن، وحطيت فيها بيكنج باودر وحبة ملح صغيرين، ورحت رشاهم. وبعدين بقى حطي زعتر ورشة فلفل اسود لو انت عايزة، ودخليها الفرن تطلع معاكي زي الفل. اول ما تطلع غطيها زي ما شفتي كده في اول الفيديو عشان تبقى طرية معاكي، وقطعيها وقدمي لولادك مع كاتشب، بتبقى حلوة قوي. لو حبة بطاطس محمرة هتعملها لهم في الغدا، هتعملها لهم في العشاء، سهلة وموفرة جدا. وبحطيت برضه اهو زيتون. يعني بصي الامكانيات اللي عندك اعملي بيها، مش لازم ان انت تكلفي قوي. عندك لحمه مفرومه حطي، عندك مثلا صدر فرخه متبقي ولا حته من صدر فرخه، اي حاجه اي حاجه عندك. عندك بيفي، قطعيه البيفي مع الزيتون مع الجبنات، واعملي ميكس كده اللي هو بيتباع بره والله بيتباع غالي، وحطيه. شوفي برضو انت ايه اللي متوفر عندك واعمليه. انا بقى اديتك الفكره وانت اعمليه. كان عندي لبن بودر، حطيت كده لبن بودر في الكوبايه، واحط عليه معلقه البيكنج باودر، معلقه كامله من البيكنج باودر، وحطيت عليهم الميه السخنه وقلبت، تمام. ورحت ضايفه اهي الكوبايه ديت. الكوبايه دي يعني انت لو عندك كوبايه الحجم ده، يعني انت ما تكبريش في الكوبايه، مج بتاع شاي او كوبايه زي كده بس. ورحت حطاهم عليها ودخلتها الفرن. ما تكتريش، ما تخليش السائل اللي انت هتحطيه يبقى كتير علشان خاطر ما تعجنش منك وتبقى مش حلوه. كمان احنا لسه بتطلعي بتغطيها،
لما بتغطيها علشان الوش بتاعها يبقى طري، زي البيتزا تعاملي معاها معاملة البيتزا بالظبط. البيتزا لما بتطلع بنغطيها. او حطيت كده اللبن والبيكنج باودر وزودت عليهم المية عشان ده لبن باودر. انت لو عندك اللبن سايب سخني اللبن. تمام. اهو حطيت كده الكوبايه هنا في الجزء ده والكوبايه هنا في الجزء ده، خلاص شربتها كده اهي. ما تبقاش بقى عايمه، لا، شربي بقى الجلاش كله منها ودخليها الفرن. بس كده، سهله جدا وبسيطه وحلوه قوي. وبصوا بقى في الفرن، هي لسه في الفرن اهي. هدخلها تاني برضو تاخد وش، وبعد كده تطلع بقى بالشكل الحلو ده. ريحتها حلوه وجميله قوي، والزعتر برضو عطيها ريحه حلوه قوي. حطي بقى زعتر على الوش كده بعد ما تخلصي، تديها ريحه حلوه. غطيتها وبعدين بقى سبتها شويه بردت، وبعدين قطعتها. عطيها سمك حلو وطعمها حلو. انا عملت بالنص جلاش صينيتين من دول. الصينيه دي مقاسها كام؟ مقاسها 28. انت بقى عايزه تخلي السمك يبقى اعلى شويه، زودي الجلاش مفيش مشكله. يعني انت ممكن تجيبي مثلا لفتين جلاش تعملي بيهم مثلا اللفتين دول 3 صواني، لو انت عايزه السمك يبقى عالي. بس هو البيكنج باودر مع اللبن بيخليها تبقى تنفش شويه، بتبقى حلوه. بتتقطع كمان بسهوله بالمعلقه. طبعا ولادك هيمسكوها بايديهم وياكلوها، مش لازم ان هم يعني هيقطعوها بالمعلقه. انا بس عشان قدامكم كده بوريها لكم ان هي بتتقطع حتى بالمعلقه كده بسهوله وطريه وطعمها حلو قوي بجد. ولو عندك بقى لحوم، عندك اي حاجه ممكن تضيفي عليها انت بقى وراحتك. انا عملتها باقل التكاليف واقل الامكانيات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو لسه ما بتعرفيش تعملي البيتزا، هي حاجه سهله اهي، متاخدش 10 دقايق بالظبط عميل، ومش مكلفه، ومكوناتها مش كتير ومش هتكلفك كتير. اشوفكم بقى على خير، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله انتظروني في وصفات تانية. سلام عليكم.